الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا أنا في بيت إمامي وسيدي ولي الله وصاحب العصر والزمان الحج بن الحسن سلام الله عجل الله تعالى فرجه الشريف، وحضور الأئمة الأطهار عليه السلام الإمامين العسكريين الزاكيين. فطبعا تكون النصيحة مهدوية طبعا في أجواء مهدوية اليوم نفقد بيتي. نعم، النصيحة طبعا أنصح نفسي أولا أن يكون لي علاقة مع الإمام الحج عليه السلام على النحو الآتي: أن تكون مرتبة مو مخربطة. أولا الذكر الدائم وإن قل، دوام الشيء في الروايات عنه خير من انقطاع كثير منقطع، يعني قليل دائم الإمام صادق خير من كثير منقطع. ولو قل ذكر الإمام عليه السلام، لكن أهم شيء يكون دائم مستمر. هذا واحد. الشيء الثاني، يجب علينا أن نقرأ الكتب النبوية، خصوصا التي تتضمن روايات أهل البيت عليه السلام. أكون كتيب صغير بشكل مفيد ضروري 4 رسائل في الغيبة. يعني أتمنى من الشباب يطالعون هذا الكتاب. الإمام الحج عليه السلام كتب على الرجل هذا القصيد الصغير في حجمه العظيم في مضمونه. كذلك أنصح نفسي طبعا أنا على الله يهديك والآخرين اليوم مكيال المكارم. عليكم بمكيال المكارم، كتاب مكيال المكارم في فوائد الدعاء للحجة القلب. هذا حقيقة اللي يريد يخلي علاقة روحية مع الإمام المهدي، وليس علاقة فقط علامات اقترب الظهور أو ابتعد الظهور. هو ربما أنت يعني تموت الله أعلم. لا فهذا الكتاب لا يشتغل على زاوية أخرى في الارتباط بالمهدي عليه السلام، وهو الارتباط الروحي. فهذه نصيحتي للمؤمنين جميعا مع تقوى الله وطاعته والالتزام بالواجبات. الله يحفظك جميعا. الله يحفظك. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك بعملك. الله يرفعك ويجعله إن شاء الله من القليل الدائم. اليوم لنا فترة تعرف هاي المنشورات اللي يمثلون بها الشباب، يعني ما فيها فائدة. هذول الغرب استغلوا الشباب وظلوا ينزلون هالمنشورات والشاب رايح. فكدور انت مو انا احكي عن نفسي، لا انا نقول لك هذا العمل اللي راح انزله اتوفى انا مثلا. هذا نصيحة، هذا مهم جدا، لانه الان اصبح الاثر والآثار يحاسب عليها الإنسان. والسنة السيئة أو السنة الحسنة تبقى بعد صاحبها. فسبحان الله هاي التكنولوجيا يعني سلاح خطر، اللعب به سلاح خطر. ممكن أن أنت تبقي فرد كلمة أو فرد شبهة، وهاي الشبهة يتضرر بها مئات الناس وراء. هذا كل وزره كل الإثم يكون عليك وأنت تملك، يعني لكن بعيد تصرف الشيء. فعلينا كمسلمين كمؤمنين كشباب واعين ومثقفين علينا أن نستثمر هذه الإمكانات، هذه التقنية، هذه التكنولوجيا لإبداء الخير، بث التسامح، أمل عند الشباب. وأنا شفت يعني حقيقة أكثر شيء يحتاجونه الشباب الآن هو البناء الروحي. يمكن البناء المادي موجود، يمكن ملذات الدنيا وشهوات الدنيا عند كثير من الشباب مبذولة ومباحة متيسرة، لكن أكو عطش روحي لله سبحانه وتعالى ولبيته عليه السلام. فالشاب الممتلئ مثل حضرتك يعني هذه مسؤوليته أنه هو يوزع للآخرين، يوزع، يأخذ من الطاقة من منابعها من أهل البيت عليه السلام وينشرها. يعني لا أقل شيء يصير مثلا الأسبوع، كل أسبوع ملخص عن الأئمة عليه السلام، ماذا قالوا عن الكذب، ماذا قالوا عن مثلا عن الرجولة، ماذا قال الأئمة عليه السلام عن الزينة، كيف يتزين الرجل، ماذا قال الأئمة عليه السلام عن غض البصر. كتاب جميل ورائع جدا حقيقي، اسمه مكارم الأخلاق، شعبة الراني الله عليه. هذا يعني حقيقة يكون واحد يخصصنا في الجانب الإعلامي وينزل من عنده أبحاث تربوية نفسية، بعض الأحاديث السنن جميل جدا ورائع. إن شاء الله
يحفظكم. وكذلك الشباب المتابعين لكم سلام وتحياتي الله يحفظكم. كذلك هم يسمعون صوت فهي قالوا له ضي سماحة الشيخ مبحثه كلش حلو. الله يسلمك. الله يحفظكم ان شاء الله. اسالكم الدعاء. لا تنسون كذلك. رغم أحلم أناما بالصحة الليلة مثل ما انتظرها بكربلاء العيلة واتلقى العين